طبعا بعد الإبادة التي تعرض لها المجتمع الإيزدي بعد اختطاف آلاف النساء، بعد قتل آلاف من أبناء المجتمع الإيزدي، اليوم يعني أحيانا يوميا نتعرض للقصف دولة تركيا. هذا تجاوز للدستور العراقي أحيانا. يعني كدولة تركيا يوميا تقصف أبناء المجتمع الإيزدي، تقصف المستشفيات، تقصف الإنسان المدنيين. هذا يعني نقول من داخل هذا المجتمع نكون يعني في نضالنا المشترك نقف ضد هذول الانتهاكات الدولة التركية، ونعتبرها هذا قصف تركيا احتلال لأرض كشعب يزيدي وكشعب كردي. هو شعب أساسي بداخل جغرافية العراق الذي تعرض للإبادات الجماعية، المؤسسات وكافة أنواع التعذيب. عبر هذا المؤتمر نريد أن نناضل مشتركا مع السوريين أنه يعني كشعب كردي هو شعب أساسي بداخل الجغرافيا، هم أهل الحق. يعني لازم بداخل دستور العراق وعلى الساحة الدولية الإبادة التي تعرض لها المجتمع الإيزدي في الأب 2014، وكمان المؤسسات يعني الإبادات التي تعرضت لها المجتمع الفيني يعني يعتبرونها كإبادة جماعية بحق هذا الشعب. ويعني أهداف هذا المجتمع هو أساسي أنه نشكل نضالا مشترك، يعني أنه جزء أساسي من مجتمع العراق ونأخذ حقه.